انت كده فهمت وظيفة الكان ايه في العربية. خلينا نشوف كيس ستادي دي حصلت معانا شخصيا. الصورة دي انا اللي مصورها. كان حطيت العربية على الجهاز، جاب لي الاعطال اللي حضراتكم شايفينها دي ما كانش ليها علاقة قوي ان شبكة الكان فيها مشكلة، بس هقول لك الستبس او الخطوات اللي تقدر تشخص فيها اذا كان طلع لك عطل لوست كوميونيكيشن او انفيلد داتا ريسيفد او الكلام ده كله، ازاي تبدأ تتعامل معاه. كلنا عارفين طبعا الاو بي دي او فيشه الاعطال. فيشه الاعطال دي بتتقسم لبنات من جوه. انا اللي يهمني في فيشه الاعطال دي هي البنه رقم 6 و14. لو بصيت هنا هتلاقي كامبس هاي، ولو بصيت على ال 14 هتلاقي كامبس لو. دي اللي هي السلكتين اللي انا قلت لك عليهم اللي هم المجدولين ببعض. ده السلك بتاع الهاي وده السلك بتاع اللو. بتبتدي حضرتك بالافوميتر زي الجزء اللي حضرتك شايفه قدامك ده، تظبط الافوميتر على وضع الاوم، وتبتدي تحط طرف او ترميلة الافو على 6 والطرف التاني على البنة رقم 14. السلكتين دول في البداية وفي النهاية متركب مقاومتين، مقاومة 120 اوم ومقاومة تانية 120 اوم متوصلين باراليل او توازي. فبالتالي المفروض لما تيجي تقيس المقاومة بتاعة السلكتين دول تطلع معاك 60 اوم، لان هي 120 و120، فباراليل المفروض يطلعوا لك 60 اوم. فاول حاجه في التشخيص بتحط اللي بتوصل الافو على البنتين دول 6 و14، وبتجيب وضع المقاومه المفروض يطلع لك 60 اوم. طيب طلع لك مثلا صفر. لو طلع لك صفر يبقى انت كده عندك شورت سيركت في الدايره، او في عندك الدايره او السلكتين دول ملمسين في بعض. طيب في الحاله دي بتبتدي بقى تراجع الكان باص اللي خارج. يعني مثلا لو جاب لك لوست كوميونيكيشن الاي سي ام مع التي سي ام، فبتبتدي بقى تفتح وايرنج دايجرام زي اللي انا وريته لحضرتك ده، وبتبتدي تعرف لون السلوك ايه، وتبتدي بقى تشوف القطع اللي موجود اللي مخليه لي السلكتين دول ملمسين مع بعض، وبتبتدي تعالجه. طيب لو جاب لك ان المقاومه 120 اوم مش 60، ده معناه ان في مقاومه من المقاومتين اتحرقوا، فهو كده بقى قايس مقاومه واحده بس على التوالي، فطلع لي معايا ب 120 اوم. معنى كده انك محتاج تغير المقاومه بتاعه الكنترول اللي فيه مشكله. وبتعرف ازاي وانت برضو قايس بالمنظر ده كده موصل البنتين دول؟ بتبتدي تفصل فيشه كل كنترول. اول لما المقاومه ترجع معاك 60 اوم تاني، اعرف كده ان الكنترول ده هو اللي المقاومه بتاعته فيها مشكله. ده اول تشخيص عندي. تاني تشخيص الفولت، انك تقيس الفولت بتاعه السلكتين الكان والهاي. احنا زي ما قلنا ان الكان هاي الفولت بتاعه بيتراوح ما بين 2.5 ل 3.5 فولت، والكان لو بيتراوح ما بين 1.5 فولت ل 2.5 فولت. طبعا خلاص انت فهمت معايا ان الكان هاي دي والكان لو هم عباره عن سلكتين ملفوفين حوالين بعض، يعني علشان يمنعوا لي التشويش المغناطيسي الناتج من المجال المغناطيسي. فبنبتدي نقيس لهم فولت. بنقيس فولت ازاي؟ زي ما وريت لحضرتك في المنظر ده كده. بتظبط طبعا الافو ده على وضع الفولت في الحته دي كده، وبتبتدي توصل الكهرباء بتاعت الافو اللي هو الاحمر بالبنه رقم 6. انت كده بتقيس الفولت اللي ماشي في سلك الكان هاي، وبتبتدي توصل الاسود ده باي مسمار عندك في العربيه، او توصله بسالب البطاريه، يعني توصله ارضي. لازم هنا يطلع لك لو قست الكان هاي ان الاشاره وانت مدور العربيه بتتراوح ما بين 2.5 فولت ل 3.5 فولت. طيب لو انت فاتح كونتاك بس هتلاقيها 2.5 فولت، مش هتعلى ولا هتقل. لو مدور العربيه هتتراوح قيمه الفولت ما بين 2.5 ل 3.5. ده معناه ان العربيه بتنقل اشارات، او يعني الكنترولات بتكلم بعض، فانت كده في النورمال. طيب لقيت ان هو بصفر، اعرف كده ان في عندك اوبن سيركت في الدايره او السلك ده مقطوع. كذلك نفس الكلام لو انت هتقيس الكان لو، برضو بتوصل الاحمر ده في البن رقم 14 والاسود ده بتوصله بالارضي. لازم قيمه الفولت زي ما قلت لك تتراوح ما بين 1.5 فولت ل 2.5 فولت. لقيت ان القيمه صفر او مش قاري معاك او قاري اوفر ليميت، اعرف ان هنا في قطع في الدايره. اخر اختبار معانا هو الاوسيلوسكوب، او انك تبدا تقيس الويف فورم بتاعت السلكتين. زي ما انت شايف، خلينا نعمل زوم. زي ما انت شايف انت عندك الخط الاصفر ده اللي هو الكان هاي، والخط الازرق ده اللي هو الكان لو. عندك سكوير طالعه لفوق اهي، وسكوير مشابهه ليها نازله لتحت. وعندك السكوير الصفراء اخرها 3.5 فولت، والسكوير الزرقاء بتاعت الكان لو 2.5 1.5 فولت. تمام كده، وبتطلع لحد 2.5. ودي بتبتدي من اول 2.5 اللي هو الاصفر ده، وبتطلع لحد 3.5.
طيب لو لقيت ان الاشاره مش متماثله او متطابقه مع بعض، اعرف كده ان انت عندك مشكله في الويف فورم بتاعه الكام باص. يعني على سبيل المثال لازم الاشارتين دول يبقوا يعني قصاد بعض بالظبط. لو لقيت اشاره مأخره عن اشاره، او الاصفر ده مبتدي من هنا والازرق ده مبتدي من هنا، اعرف ان انت كده عندك مشكله في شبكه الكام باص. طيب الكام باص ده عندك في نوعين منه، في كان سي وفي كان بي. ده غير الكان الهاي والكان لو. كان الهاي ده اللي هو سلكه الفولت بتاعها من 2.5 ل 3.5، والكان لو سلكه الفولت بتاعها من 1.5 فولت ل 2.5 فولت. عندك بقى نوعين من الكان باص ده، عندك الكان سي والكان بي. الكان سي ده اللي هو الشبكه السريعه، والكان بي ده اللي هو الشبكه البطيئه. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انت عندك في العربيه في كنترولات مهمه زي كنترول الموتور، كنترول الفتيس، كنترول الاي بي اس، كنترول الايرباج. كل دي كنترولات لازم الشبكه بتاعتها تنقل الاشارات دي بسرعه جدا. فبالتالي هنا بستخدم لهم شبكه الكان سي، السرعه بتاعتها بتوصل ل 500 كيلو بت على الثانيه. طيب ايه هي الكان بي؟ دي شبكه بطيئه، هي بالظبط نفس فكره عمل الكان سي، بس بتختلف في الفولت وبتختلف في سرعه نقل الاشارات. بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في الكنترولات البطيئه زي البي سي ام، كنترول الازاز، كنترول المساحات، الكاسيت، الراديو. بتستخدم في الحاجات اللي هي مش ايمرجنسي قوي، زي مثلا كنترول الفتيس او كنترول المحرك، فمش محتاج فيها سرعه في نقل الاشارات. سرعه الكان بي بتتراوح او بتوصل لحد 83.3 كيلو بت على الثانيه. فطبعا احنا شايفين فرق السرعات. وعلى فكره 83.3 كيلو بت على الثانيه دي مش سرعه بطيئه خالص، دي سرعه سريعه جدا، بس مقارنه بالكان سي فهي بطيئه. كان سي بتوصل ل 500 كيلو بت على الثانيه. طيب هل في شبكات تانية في العربيه؟ طبعا عندي شبكات تانية في العربيه. عندي اول حاجه الكام باص، عندي شبكه اسمها الموست، عندي شبكه تانية اسمها اللين، عندي شبكه تانية اسمها الفليكس راي. كل دي شبكات موجوده في العربيه باذن الله باذن الله. ده كان اول شرح لاول شبكه الكان باص معايا. في الفيديوهات اللي جايه هنبتدي نتكلم عن الموست، هنتكلم عن الفليكس راي، ونتكلم عن اللين. سريعا تاني، ايه هي وظيفه الكان باص؟ ان هي بتخلي لي الكنترولات كلها تتكلم مع بعض في نفس الوقت عشان العربيه تبقى ستيبل وكل حاجه بالانسد في العربيه وهي ماشيه. طيب ايه الاستفاده؟ انا عملت ليه كام باص؟ عشان اقلل عدد السلوك اللي موجود في العربيه، فبالتالي بيسهل معايا عمليه التصنيع، عمليه التشخيص، وعمليه التصليح. طيب ازاي بشخص الكان باص؟ او لو جاب لي عطل لوست كوميونيكيشن والاي سي ام اند التي سي ام، اللي هو فقد اتصال ما بين كنترول المحرك وكنترول الفتيس، ببدا اعمل ثلاث حاجات. اول حاجه بقيس المقاومه من البنه 6 و14. المقاومه لازم تبقى معايا تديني 100 تديني 60 اوم. لو ادتني صفر يبقى انا كده عندي شورت سيركت او السلكتين ملمسين في بعض. لو ادتني 120 اوم يبقى انا كده عندي مقاومه من المقاومتين محروقه. تاني ستيب معايا في عمليه التشخيص اللي انا ببدا اقيس فولتج. بوصل الطرف الكهرباء بتاع الافو بالبنه رقم 6. انا كده بقيس السلك بتاع الكان هاي، لازم يديني فرنج والعربيه دايره ما بين 2.5 ل 3.5 فولت. بوصل طبعا الطرف الثاني بالارضي. بعد كده بوصل الكهرباء بالبنه رقم 14، وبوصل الطرف الاسود بالارضي، لازم يديني ما بين 1.5 ل 2.5 فولت. اخر ستيب معايا في عمليه التشخيص اللي انا لو متوفر عندك اوسيلوسكوب، بتبتدي تقيس الويف فورم بتاعت الاشاره بتاعت الكان هاي والكان لو، ولازم الاشارتين يبقوا متطابقتين. اي اختلاف غير كده يبقى كده عندي مشكله في شبكه الكان. اتمنى ان انت تكون فهمت. متنساش تشترك في القناه وتعمل لايك. شكرا.